صوت الضعف اللي فيا، ما تعرفيني غاده ولا جايه، ما تعرفي الحوايج هما اللي لابسيني ولا انا اللي لابساهم، وقهروني بكلمه مسلوته دايره كي خيال الدرا، مالكي دايره كي عود الند. قالت لك هاد الكلمات طلعوا لي في راسي وضروني في خاطري، عتقيني بشي وصفه ولا شي خلطه اللي تزيدني في الوزن، بعوض ما يقولوا لي رقيقه ومسلوته يقولوا لي الله غليظه، اللهم سمينه ولا ضعيفه. خصوصا ان اختي الربيع جاي والصهد جاي، كنبغي نلبس لبيسات خفاف ولا كسيوات كنبقى نبان فيهم بحال عود لابس كسوه. عتقيني بشي وصفه اللي تعمر ليا المناطق انثويه وتزيدني في الوزن في مده قصيره. واعتقدتها يا البنات بهاد الوصفه اللي كتزيدك في الظرف 15 يوم كتزيدك تقريبا حتى ل 10 كيلو. الا تبعتي معايا هاد الخلطه اختي هادي ما غادي يدخل عليك الربيع حتى تلقاي لا طاي ديالك اختي هي هذيك، واللي لبستيها تواتيك اختي الكسيوات السريولات الطايوط اي حاجه تشهيتيها تلبسيها غتلبسيها ليا مع هاد الخلطه يا اختي الانثويه. واش كتسناي يا اختي تبقاي عاكزه وتسمعي الهضره اللي تضرك؟ نوضي اختي قادي ليا لاطاي وسمعي غير الهضره اللي ترضيك. دوك الفناس ديالي والغزالات ديالي كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنىكم كاملين على خير وبخير، وانتم كتشوفوا في الفيديو ديال اليوم ودائما ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بالبنات القدام ومرحبا بالبنات الجداد ومرحبا بالبنات اللي اول مره كيشوفوا قناتي. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. عند اختكم ايمان توحشكم بزاف فيها الغاليات على قلبي وكنموت عليكم يا احلى متتبعات العالم. الخلطه ديال اليوم خلطه انثويه بامتياز اختي 100%، غتعمرك من كلمه ضعيفه رقيقه لكلمه ضبضوبه وسمينه، وخصوصا غير من المناطق الانثويه. بزاف ديال البنات اختي كيعانيو من هذا المشكل، خصوصا اختي كيبدا دابا يتفتح الجو كنبغيو نلبسوا الكسيوات اللي كنبغيو نلبسوا اللبيسات، واختي في البرده كتلبسي جوج كولونات وعاد تلبسي السروال تلبسي البوديات التريكوات وعاد تلبسي المونطا. اما دابا اختي كتبغي تلبسي داكشي خفيف خاصك اختي تعمري علاش تلبسي وحيدوا العكس وبداو معايا هاد الخلطه العجيبه. ما نطولش عليكم الكبيده ديالي، ندخلوا المكونات الوصفه. قبل ما ندخلوا المكونات الوصفه لا تنساوش تشجعوا اختكم باللايك ديالكم بالبارطاج ديالكم، شي كلمه زوينه وغزاله بحالكم في التعليق الله يخليكم ليا. ومرحبا بالبنات اللي اول مره كيشوفوا قناتي، مرحبا بكم عند اختكم، تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يديكم كل جديد، وما تنساوش تقولوا لي بلي راكم جداد. نفرح بكم ونعطيكم مقامكم يا احلى متتبعات في العالم. غنبداو البنات باول مكون عندنا في الوصفه ديالنا، هو دقيق الذره او الطحين ديال الذره اختي ماشي نشا. كاين الفرق ما بين النشا وكاين الفرق ما بين الدقيق. الدقيق البنات كيكون اللون ديالو صفر وعلى شكل دقيق، النشا راه كتكون رطبه بزاف وبيضه. يعني غتمشي عند مول الحانوت وتقولي لي عطيني الدقيق ديال الذره، راه باين اختي اللون ديالها صفيفر. انا كتشدوها البنات كتجيبوها للدار وكتحمروها تذهبوا ليها اللون ديالها ماشي تحرقوها. يعني الطحين ديال الذره اختي حمريه عليا ويكون اللون ديالو بحال هكا مذهب ماشي محروق، حيت كل ما كتحرقي المكونات الوصفه اولا المذاق ديالهم تيمرار، ثانيا كيمشي المفعول ديال الوصفه كيمشي الجهد المكونات. عندنا اختي دقيق الذره، وغنقول لكم كل مكون شحال غادي ديروا منه. وعندنا اختي الكاوكاو البنات راه معروف اختي الفول السوداني الكاوكاو. وعندكم البنات اللوز البنات حتى هو عندنا في الوصفه. عندنا اختي بذور الفصه او الزريعه ديال الفصه. وعندنا البنات حب العزيز البنات اللي حتى هو ملي غتمشيو تشريوه نخليكم الصوره ديالو هنايا، تكون الحبه ديالو غليظه ما يكونش ديك الرقيق المسوس، تكون الحبه ديالو غليظه وزوين تامر. هذاك الرقيق تكون فيه غير قشره غير ديك الجلفه الفوقانيه. حنا محتاجين اللب ديال ديك الحب العزيز. ومنين نبغيو نصايبوها البنات ديما تنقول لكم الحب العزيز راه ما كيتحمرش، غسليه اختي حطيه ينشف في الشمس وسخني الفران مزيان ولا طيبي فيه شي حاجه، ومنين تطفي الفران خشيه يتصهد او يتقرمل غير في ديك السخونيه ديال الفران. ما كانش عندك الفران كيبديك اختي تغسليه يتنشف في الشمس وشي مقيله ديال الملوي ديك الثقيله تسخن مزيان طفي عليها وغير بقاي تديه وتجيبيه في ديك المقيله، حيت كل ما كيتحمر حب العزيز وتيولي اللون ديالو قهوي كل ما كيتصلبوا ديك الدهون كيقصاحوا كيفقد دوك الدهون، يعني كنقصوا داك الجهد ديال داك حب العزيز. وخصوصا ان الدهون ديال حب العزيز راه كيتركزوا في الجزء السفلي. يعني اختي خصو غير يتقرمل وصافي، يعني بحال هكا غير كيتصهد وينشف ويتقرمش صافي. اما لا حمرتي وشعلتي عليه العافيه كيولي قهوي كيمرار وكيفقد دوك الدهون. المهم البنات عندنا حب العزيز ونعرف كيفاش نختارو منين نشري يكون غليظ، ماشي تمشيو لداك المسوس اللي فيه ديك الشي بيض ورقيوق، هذاك راه ما غاديش ينجح معكم في الوصفه. المهم البنات عندنا كيف قلت لكم حتى بذور الفصه او الزريعه ديال الفصه اللي حتى هي كتحمر وكتطحن وصهدوها اختي في صافي ماشي تحرقيها، يعني دغيا غير شويه دخليها للفران وخرجيها ولا دوزيها بالزبابه في شي مقيله وصافي.
المهم اللوز حتى هو يتحمر ويتطحن. واختي ملي نقول لكم ديما يتحمر راه داكشي ما يتحرقش، يعني بلا ما نبقى كل مره نكررها لكم الكبيدات ديالي. المهم غير باش ما تخسرش لكم الوصفه وتضيعوا فيها فلوسكم، تضيعوا فيها تمارات ديال المصايبه وتبداو تاكلوا منها وكتكونوا هرستوا ليها الجهد ديالها. كذلك الكاوكاو كتحمروه وكطحنوه، حيدوا ليه القشره بغيتو تخليو ليه القشره خليو القشره. خديت زلافه الكاوكاو، زلافه ديال الدقيق ديال الذره، زلافه ديال اللوز. غادي ندير غير نص زلافه ديال بذور الفصه، يعني باش ما عبرت كاوكاو واللوز والدقيق الذره نصهم اللي كناخذوا ديال بذور الفصه. وبالنسبه للحب العزيز هو شويه زايد في الثمن، كنتي قديتي ديري منه زلافه في الوصفه راه مزيان، يعني تشري منه شويه شي 20 درهم ولا 25 درهم. ما قديتيش خدي حتى هو منه غير نص زلافه. المهم الناس كل ما كان حتى هو معاهم مقاد راه مزيان، مقاد مع الكاوكاو واللوز وكذلك الدقيق ديال الذره راه مزيان. كان اختي ما قديتيش تاخدي يعني الكميه ديال الزلافه، خدي حتى هو منه شي 15 درهم ولا 10 درهم، يعني اللي غيدير لك واحد نص زلافه. اما بالنسبه للبذور الفصه راه ضروري ديري غير نص الكميه باش درتي المكونات الاخرى. من بعد البنات كي قلت لكم الطريقه باش غنصاوبوهم، كلشي غيتطحن يندمجوا مزيان، ومنين يندمجوا مزيان نديروهم في قرعه ديال الزاج اللي كتكون محكمه الاغلاق. راه ضروري حتى الا احتفظتي بالوصفه مزيان راه كتبقى محافظه على الجهد ديالها، احتفظتي بها عشوائيا راه كتبرد الوصفه وما كتبقاش تعطي نتيجه مزيانه. المهم البنات من بعد ما كديروهم في قرعه ديال الزاج غتسدوا عليهم باش نوريكم طريقه الاستعمال ديالهم. دابا البنات رمضان تقريبا صافي ما بقى فيه والو وما سقيناش به، غنعطيكم الطريقه بالنسبه للايام العاديه. المهم البنات ونعطي لكم حتى بالنسبه الايام د رمضان يعني ما بقى والو. المهم نعطيكم كيفاش ديروها الا بغيتو تبداوها من يعني تصايبوها من غدا ولا هكا، ولا الايام حقا غادي نصوموا ان شاء الله مورا رمضان 6 ايام شوال والبنات كيصوموا، يعني غنعطي لكم حتى بالنسبه للايام ديال الصيام. فكريني اختي فكريني. المهم البنات نبداو بالنسبه للايام العاديه. فطري اختي الفطور ديالك ديال الصباح وجيبي لي كاس ديال الحليب وديري فيه 2 معالق كبارين من الوصفه في كاس الحليب وحركيهم وديري لهم شويه تحليه، اما معلقه ديال العسل يكون طبيعي ماشي حور غير داك الطبيعي اختي العادي، اولا شويه سكر سنينه. كتحركيهم كتشربي 2 معالق كبار مور الفطور. عندي 2 معالق كبارين مور الغدا وخلطيهم غير فشي عسل او مربى ماشي مشكل وكوليهم. وعندي 2 معالق كبار مور العشاء ونص، 2 معالق كبار ونص مور العشاء. ومن الاحسن البنات ضعافين بزاف ولاصقين الجلد على العظم حاولوا تخلطوهم في بيرلي، خصوصا الاسبوع الاول ديروهم في بيرلي. بغيتي نهار ديري بيرلي ومره كاس ديال الحليب. المهم البنات اللي ضعاف بزاف السيمانه الاولى غير داوموا عليها في بيرلي حسن، ومن بعد مره ديريها في الحليب. المهم مره ديري في اي نوع ديال الياغورت بغيتي، المهم غير يكون حلو كامل الدسم. بالنسبه للعميم راه غير بغات تزيد في الوزن هذيك حتى هي ديك 2 معالق ونص ديال الليل، ممكن مره ديريهم في بيرلي مره في حليب مره في اي نوع ديال الياغورت، غير المهم تمشيو معاها بهذه الطريقه ديال الليل. من الاحسن دعموها بشي ياغورت وخصوصا بيرلي. المهم 2 معالق مور الفطور، 2 معالق مور الغدا، و2 معالق ونص مورا العشاء، واحد 4 ساعات حتى نص ساعه مور العشاء ماشي مشكل. بالنسبه للايام ديال الصيام فطري اختي الفطور ديالك وجلسي تقريبا واحد نص ساعه مور الفطور حتى ساعه، و2 معالق كبار من الوصفه في كاس ديال الحليب. والفتره اللي غادي تاخدي فيها العشاء ديالك، الفتره اللي كتاخدي فيها العشاء ديالك كذلك 2 معالق خلطيهم غير في شي عسل ولا شي حاجه بحال هكا. وفي الفتره اللي غتسحري فيها يعني في الوقت ديال السحور غادي تاخدي 2 معالق ونص كي قلت لكم بغيتو ديروها في بيرلي او اي نوع ديال الياغورت اولا الحليب. غير هو منين نديرهم في الحليب ضروري كندير معاهم شويه تحليه، شويه اما شي معلقه العسل الطبيعي او شويه الا كان السكر الابيض غندير غير واحد الرويز المعلقه ديال السكر ولا ديك الطويبه الصغيره اللي كنديرو في القهوه اللي كنديروها فقط وتتحركيها وكتشربي، حيت ضروري خاص مع هاد الوصفه شي حاجه ديال السكريات باش كنزيد نركز الوصفه. الكبيدات ديالي حيدوا العكز نوضوا تهلاو في راسكم. كنموت عليكم ما كنسخاش بكم كيف العاده، نشوفكم على خير، نشوفكم على خير او جوه الخير.